عملت حتى كومنتير على التصوير هذيك، قلت تجي نهار في حلقه من حلقات شخصيه وحكايه نخدم بورتري على رؤوف بن عمر، وها توا جاي المكتوب وخدمت حكايه ان شاء الله نوفي حقه وكارو. والحكايه هذه نبداو طول في صلب الموضوع. بصراحه حرت منين باش نبدا معاه، من اطلالته الانيقه ولا حضوره السينمائي اللافت ولا عاد نضاله المسرحي البديع، الى جانب ثقافته ومعرفته الواسعه والمتنوعه. هو الفنان المبدع اللي عنده برشا من كلام الليل، الاستاذ والممثل القدير رؤوف بن عمر. هو من مواليد العاصمه عام 1947، قرا في الصادقيه. اول ما بدا رحلته مع الفن يجيش لبالكم كانت مع الغناء. اي نعم، كان يغني في الفرقه الموسيقيه متاع المعهد. في نهار من النهارات قرر الفنان والمسرحي المرحوم محسن بن عبد الله اللي كان يشرف على ورشه المسرح في الصادقيه دعوه الفرقه الموسيقيه باش تكون معاهم في احد العروض المسرحيه. وطلب من رؤوف بن عمر بالاخص قراءه نص. ومن وقتها عاد بدا يتحسس في غرامه للمسرح، ونقطة انطلاق رحلة عشق الفن الرابع تواصل به المسرح في الجامعة في كلية الآداب ضمن فرقة كونها عبد الرؤوف الباط يذكره بالخير. وكانت مسرحية الريش والعروق اللي كتبها المسرحي محمد إدريس كيف شاركوا بها في المهرجان العالمي للمسرح الجامعي في اسطنبول في تركيا، تم تتويجها بالجائزة الأولى ضمن 50 دولة مشاركة. وقتها وزير الثقافة المرحوم الشادي القليبي قرر يكافئهم منحة لدراسة المسرح بالخارج، واختار رؤوف بن عمر لندن مدينة الضباب. مثلت المحطة الأولى اللي فيها زادت تعمقت علاقته الحميمية بهالمدينة الساحرة والملهمة. كان يتابع بشغف كبير أبرز الممثلين الإنجليز. من لندن القفصة البيع عام 1972 دوب ما روح الارض الوطن ما قعدش حتى 24 ساعه في العاصمه وشد ثنيه القفصه مسرح الجنوب، والتحق بصديقه محمد رجاء فرحات وقتها مدير الفرقه الجهويه القاره بقفصه باش يكون له اكبر سند في النضال المسرحي. وانتجه جحا والشرق الحائر، البرني والعترة، سيرة الجازة الهلالية، سيرة محمد علي الحامي، وساهم بشكل واضح في أسس المسرح الجوي في قفصة. ونقعدوا ديما في المسرح وأبو الفنون. بعد تجربته في المسرح الجوي تواصلت مع المسرح الجديد ومسرح فو، فهمتني، وخاصة فضاء التياترو بالطبيعة اللي في أحد تصريحاته يقول اللي يعديه في التياترو أكثر من اللي يعديه في داره. مع شلة كلام الليل توفيق الجبالي وكمال التواتي والمرحوم محمود الأرناؤوط. كلام الليل مازال ما نقوش في ذاكرته، كلام طريزة على حاله ماهوش مدهون بالزبدة. الفنان رؤوف بن عمر انطلاقته في السينما بدات بضربة حظ استحقها ووظفها بجدارة كبيرة. وقت اللي عيطوا له في دور صغير مع المخرج الإيطالي روبرتو روسليني في شريط المسيح، بالظهر البطل الثاني ما جاش. تعذر عليه يكون في ايطاليا في مكان التصوير. وما نفوتكم بالحديث، مساعد المخرج وقتها المرحوم عبد اللطيف بن عمار، وقتها في ظل الورطه اللي تحط فيها روسليني اقترح عليه ولد بلاده الشاب رؤوف بن عمر باش يعوض البطل الثاني. وبالفعل صار العمل هكاك، ونجح رؤوف بن عمر في الدور نجاح باهر ولافت. خلى المخرج الايطالي روبرتو روسليني طلب منه يقعد في ايطاليا ويواصل المغامره السينمائيه، اما رفض ويواصل يخير يواصل مسيرته المسرحيه في تونس. الفنان الانيق رؤوف بن عمر عنده اطلاله تلفزيه في الدراما فيها برشا فيانا. اتقان شخصيه الراجل اللي في سراه البلدي اللي مهما يلبس عربي ولا سوري يواتيه. وعلى ما يتقن دوره ويبدع فيه يمشي فيه بالنا حتى في الدنيا هكاكا. والشادي التمار في الخطاب على الباب شاهد على هذا. في الاخر ديما نقول يستحيل في حكايه متاع 5 دقائق نوفي حق الشخصيه وقيمتها وكارها. اما ما يسالش، ديما نقولوا شعلنا شميعه ضوينا بها على مسيره فنان الرقيق ربي يطول في عمره ويشفيه. نقولها لك بكل محبه الكون، نتمنى لك الصحه والعافيه وترجع لفنك وغرامك في اقرب وقت يا استاذي يا رؤوف يا بن عمر.
تحيه كبيره للفنان القدير رؤوف بن عمر اللي قاعد اكيد يشاهد فينا. ربي يشفيك وربي يطول في عمرك، وان شاء الله تكون حاضر بحضنا ضيف ونشوفوك في اعمال جديده، وديما منورنا سي رؤوف.